اعمل قرصة. تم قرصة. رئيس. 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 ايوه. رئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة قراقيش الافران بطريقة سهلة جدا، ومكونات باذن الله تكون موجودة في كل بيت. هنعملها مع بعض ونشوف التركات بتاعتها اللي بتخليها، طبعا مش ببالغ لو بقول احسن من بتاعة الافران واطعم كتير. جربها بالطريقة دي وهتعجبك جدا بإذن الله. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. معايا كده في البولة بتاعتي كوباية من المية وكوباية من السمنة ومعلقة سكر ومعلقة صغيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة خميرة. دي قراقيش. رئيس. قراقيش. رئيس. بصي، بنحط خميرة، نحط خميرة وسكر. فين السكر؟ ودقيق ودقيق. وزيت زيت. وكوباية سمنة. كوباية سمنة. نقول كده المقادير تاني مع بعض. معايا كوباية من المية الدافية، كوباية من السمنة وتكون بدرجة حرارة المطبخ. احنا طبعا وقت الجو ساقعة فانتي سيحيها بس ما تكونش سخنة علشان ما تبوظش معايا الخميرة بتاعتي. ومعايا معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية. وهبتدي ان انا كده وربع كوباية من الزيت، ربع كوباية زيت وهي تنسيها. وهبتدي ان انا اقلب كده الخليط ده كده مع بعض. هقلبهم كده مع بعض عشان يختلطوا كويس جدا. وهبتدي ان انا انزل ب4 كوبايات من الدقيق. والكوباية المعيارية اللي انتي بتعايري بيها المكونات ياريت تكون واحدة، علشان المكونات تطلع معاكي مظبوط او الوصفة بتاعتك تطلع مظبوطة. نفس الكوباية تعايري بيها كل المكونات او كل المقادير. هضيف كده 4 كوبايات من الدقيق معاهم ذرة ملح. وهبتدي ان انا اعجنهم مع بعض. هبدأ كده ان انا اخلط المكونات بتاعتي. العجينة بتكون حلوة جدا، ما بتلزقش ابدا في الايد. لو تلاحظوا كده الجلافز بتاعي نضيف جدا والعجينة ما لزقتش فيه خالص. هبتدي بقى اعجنها. وزي ما قلنا العجينة كل ما تخدميها وتعجنيها كويس كل ما بتديكي نتيجة حلوة. تعجنيها كده يجي 4 دقايق. وهنا كده هنكتفي بالعجن الكويس بس. اوعي تضيفي اي سوائل تانية على العجينة بتاعتك، هي ما شاء الله ما بتبقاش محتاجة اي حاجة. عجينة كويس جدا كده. وهبتدي ان انا بعد كده الم العجينة بتاعتي كده كورة، وابتدي اقسمها 4 ارباع علشان تسهل عليا الفرد والتشكيل. هلمها كده بالقطاعة او بالسكينة، وابتدي اقسمها 4 كور او 4 ارباع. كل ربع كده هكوره كده واركنه على جنب. هبدأ اخد كده كورة منهم وابتدي ان انا افردها بالنشابة بقى او بايدك. هي العجينة بتكون سهلة التشكيل جدا، العجينة بتاعتها ما شاء الله حلوة. هبتدي ان انا افردها كده وابتدي الفها كده زي رغيف الفينو، زي العيش الفينو كده بالظبط ما بتلف فيه. هبتدي الف كده، وانا بلف كده اقفل العجينة بصوابعي كويس علشان من جوه الخطوة دي بتديها هشاشة من جوه. هقفل كده علشان ما تفتحش معايا ويكون شكلها مش لطيف. تمام كده. هقفلها بقى من الطرف كده كويس جدا، وابتدي الفها كده وهفردها تاني. وابتدي بقى ان انا كده افردها كمان مرة بالشكل اللي انتوا شايفينه، بس السمك بتاعها يكون متوسط، ولا يكون رفيع قوي زي البسكوت، ولا يكون تخين علشان نعمل حساب ان هي لسه هتخمر. هفردها كده وهبتدي ان انا اقطعها.
التقطيع اللي انا هقطعها ده كده الحجم ده بيكون مناسب جدا. ولو حابه كمان وانت بتعجنيها في الخطوه الاولانيه خالص واحنا بنحط الدقيق تقدري تضيفي معاه ينسون او شمر او سمسم زي ما تحبي. دي كده ساده. اي اضافات بقى عايزه تضيفيها من اللي انا قلتها دي كده هتمشي معاكي جدا وهيكون طعمها احلى كمان. هبتدي ان انا بقى بعد ما قطعتها كده ده بيكون الحجم المناسب ليها. شايفين السمك بتاعها والحجم. هبتدي ان انا ارصها كده في الصاج بتاعي. هرص يعني ما شاء الله 4 كوبايات دقيق اعمله كميه حلوه جدا وتكون اوفر جدا كمان من بتاعه الافران. مش مجرد طعم احلى بس. هبتدي ان انا اعمل الاجزاء التانية بنفس الشكل او بنفس الطريقه. واول ما اخلص خالص هسيب بقى القرقيش بتاعتي تختمر ساعه سليمه. احنا في الشتاء فانتي برضو على حسب الجو هيكون عامل ازاي دلوقتي لان الجو الوقت ساقع شويه. هتسيبيها ساعه كده او شويه كمان او اكتر كمان على حسب يعني شوفيها كده هي تختمر بس هي ساعه مناسبه جدا. هتختمر بقى ساعه وندخلها الفرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 على الرف الوسط. وهتاخد معاكي اللون الذهبي الجميل اللي انت هتشوفيه في اخر الفيديو. هتخرجيها وتسيبيها بقى تهدى كده شوية بتكون تحفة. دي كده الكمية بتاعتي رصيتها في الصاج كده زي ما انتم شايفين. المسافات لو قريبة من بعض زي ما هي موجودة كده عادي جدا لانها مش بتختمر الخمر يعني اللي هو تلزق في بعض. ده الشكل بتاعها كده في الفرن وهي بتستوي. هتخرج معاكي بقى سيبيها هتقعد تلت ساعة. هتقعد حوالي تلت ساعة. هتاخد معاكي لون ذهبي كده وجميل كده من فوق ومن تحت. واحدتين كده مع كوباية شاي بلبن كده الصبح كده فطار تحفة. تاخديها كده في السهرة بتكون جميلة جدا ووجودها حلو جدا في البيت. جربوها بالطريقة دي وبإذن الله تعجبكم جدا وانا واثقة من كده. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.